الفيديو ده متصور 13/1/2026 الساعة 10 بالليل قبل ماتش السيمي فاينال بتاع مصر والسنغال وفي الفيديو ده انا جاي اقول لك ازاي هنعرف نكسب السنغال. مبدئيا ده الشكل اللي انت هتشوفه بكره لمنتخب السنغال، ده منتخب السنغال والكرة في رجله، واحنا طبعا هنسيب لهم الكرة في رجليهم اغلب اوقات الماتش. الباكات عندهم بيفتحوا الملعب بالشكل ده عشان يبقوا في الحاله الهجوميه بيهاجموا بخمس لعيبه. اول حاجه لازم نستغلها وناخد بالنا منها المساحه اللي في ظهر مدافعين السنغال، واغلب اعتمادهم على مهارات اللعيبه الفرديه. يعني انت مش هتشوف تكتيك معين، هم بيعتمدوا اكتر على كواليتي اللعيبه بتاعتهم، وفعلا كواليتي اللعيبه بتاعتهم عاليه، وده بيخليهم في الماتشات اللي ضد فرق منظمه بيهنجوا شويه. حاجه مهمه جدا لازم اتكلم عنها وهي ساديو ماني. ساديو ماني بيبدا دايما الهجمه وهو على الطرف، وبيبدا بعد كده بيستلم ويخش لجوه في العمق. اللي لعيبتنا لازم تاخد بالها منه وان احنا نطرف ساديو ماني على قد ما نقدر. اللعبه الوحيده اللي ممكن نلعب عليها هي يا جماعه التحولات السريعه، زي ما شفتوا منتخب السنغال بيهاجم بغشوميه، فلو كوره كونتر تحول سريع عملناه هيبقى في مساحه كبيره قوي في ظهر المدافع، سواء الكورنرات او الفاولات. اثبتنا ان احنا بنعرف نستغل الكور دي على مدار البطوله لحد دلوقتي، بالذات في الماتش ده كور زي دي ممكن هي اللي تخلص الماتش. يا جماعه احنا لو عايزين نكسب ماتش بكره ده لازم محمد الشناوي يبقى بكره 10 من 10، مفيش حل تاني. ما اعتقدش ان حسام حسن هيغير الطريقه اللي لعب بيها قدام كوت ديفوار، وانا برضو شايفها طريقه مناسبه جدا، مع العلم ان الهجوم بتاع السنغال افكتيف واقوى بكتير من الهجوم اللي شفناه كوت ديفوار.